شنو هو اسهل محتوى اللي نقدر نديرو على الفيسبوك ولا على اليوتيوب وندبر منه زباله ديال الفلوس؟ سمعني وحل ودنك الله يرحم بها الوالدين. في هذا الفيديو غادي نبارطاجي معك واحد السر غادي يصدمك، والله حتى غادي يصدمك، وغتعرف راسك بانك انت حمار ما عارفش هذا السر هذايا، وراك دبرتي زباله ديال الفلوس بلا مجهود بلا تحمص. والقضيه ساهله مهله. انت اللي كتقول انا شكون اللي غيتفرج فيا؟ حيت انت حمار ما تايقش في راسك، ما عارفش راسك قيمه، فبالتالي حتى شي واحد ما غيتفرج فيك. حل معايا ودنك، حل معايا ودنك، عطيني شويه العقل ديالك، ما تكونش مزروب. ما عندك فين تمشي غتهبط لتحت تقلب على شي خط راس كتشطح لك ولا شي حاجه، اولا انت غير ركز معايا اليوم. غتستافد معايا واحد المعلومه مهمه، وقول غير الله يرحم بها الوالدين. حتى هذيك الله يرحم بها الوالدين بلا ما تقولهاش ليا، الاجر ديالي عند الله سبحانه وتعالى. ديك التليفون اللي في يدك دابا انت كتفرج بيه بالتليفون، ديك التليفون راه الذهب، راه الكنز، راس الطر ولا راس الطر هو الذهب في يدك، والله حتى الكنز في يدك قسما بالله العلي العظيم. الا عرفتي كيفاش تستغلو، لما صورتي والو في الشهر تصور واحد $700 $800 ليه 7000 درهم 8000 درهم شهريا باسهل طريقه وباسهل الطرق. اسمع، الناس راه مطوره وذكيه كتستافد من التليفون ديالها وكتدبر منه اللعاقه. انت اللي خدام كتفرج في واحد اخر باطل الباطيله، هي كتشوفو دار شي حاجه شي لعبه، اما تدخل تسبو ولا تريكت عليه وشي حاجه في التعاليق، هو كيستافد وانت ما مستافد حتى وزه. استفدتي ضيعتي وقتك. بما انك تحتي في هذا الفيديو دونك غادي تحاول انك تستافد ان شاء الله تعالى، وغتعرف بانك ان شاء الله تعالى الا تبعتي هذا الفيديو والنصائح اللي في هذا الفيديو وخرجتي وعندك العزيمه ديال انك تبدا في صناعه المحتوى اللي كتقول انت صعيب، غادي يبقى يجيك ساهل ان شاء الله تعالى، وغادي يسهل عليك الله. شنو هو هذا المحتوى اللي هو ساهل؟ وهذا المحتوى اللي هو ساهل الناس كاع اللي دايره هذا المحتوى مدبر على عرام ديال المشاهدات وعلى عرام ديال لي زابوني. اقسم بالله على عرام ديال لي زابوني بهذا المحتوى هذا. ومع ان هذا المحتوى ساهل واي واحد يقدر يديره بلا مجهود، كتستغل المجهود ديال واحد اخر، فهمتيني، وكتستافد منه. شنو هو هذا المحتوى بالمختصر المفيد الشريف؟ وهو الرياكشن. احباس بلا ما تطير من المقلع. انا عرفتك كي سمعتي الرياكشن باغي تعلق، حباس غير حبس، ما تكونش فيكم هاد الزربه، راه الزربه خايبه، يا مساخط، راه الزربه غتخرج عليكم. شنو هو اولا هاد الرياكشن؟ كيفاش انك غادي تستافد منه؟ كلشي تيعرف شنو هو الرياكشن، هو انك تجيب فيديوهات ديال الناس وكترياكت عليهم. غير هو هذا الرياكسيون عنده قواعد باش منين دير وتدفع القناه للمراجعه او الصفحه للمراجعه تقبل لك. كيدخل في واحد الباند ديال الفيسبوك ولا ديال اليوتيوب، سياسه الاستخدام العادل. يعني اي محتوى على الانترنت قادر انت تعطي فيه الراي ديالك بما يناسب هذه القاعده هذه. كيقول لك اليوتيوب ولا الفيسبوك يحق لك ان 15 ثانيه، فهمتيني، 15 ثانيه او لا اقل من 15 ثانيه تعطي عليها الراي ديالك، فهمتيني، قيمه اضافيه. بمعنى قيمه اضافيه ماشي انك جبتي داك الفيديو مثلا قسمتيه 15 ثانيه دازت 15 ثانيه بنتي نتايا، فهمتيني، درتي ديك شي لقطه اللي هي خفيفه، لا، كتبين الراي ديالك او ردة الفعل ديالك اللي كتكون واقعيه وكتكثر منها، كتعطي واحد الانطباع انك درتي قيمه اضافيه على ديك الجزء او على ديك اللقطه هذيك، فهمتيني. هنا كتكون دخلتي في داك السياسات الاستخدام العادل، وكتكون انت استغليتي المجهود ديال واحدين اخرين ودبرتي على راسك بالمزيان. بغيتوني نشرح لكم بالتفاصيل كيفاش انكم تخدموا هذا المحتوى من حتى لزيد، ما عليك الا انك دير واحد لايك، تبارطاجي هذا لا فيديو مع الاصدقاء ديالك، تخلي واحد الابوني، ودوز عندي الانستغرام خليو لي تمايا الاراء ديالكم. بغيتو نكثروا من هذا المحتوى هذا ونجيب لكم القوالب والاسرار كيفاش انكم تربحوا من صناعه المحتوى بلا مجهود بلا والو. ما عليك الا دوز تما الانستغرام. هادشي اللي كاين. السلام عليكم.